مين؟ محمد الفقي. واضحة. هندسة معاك. واضحة. اه، واضحة. واضح هندسة. طيب، أول كلمة معانا إيه؟ بص. يعني إيه بص؟ فاصل. واللي هي اتفرجت في حاجة. تمام، دي بتقابلني أول ما أجي أدخل على الجهاز بتاع الفحص، يقول لك أنت عايز بص ولا تراك ولا كار ولا مش عارف إيه، يديني أربع خمس حاجات تحت بعض كده. دايما إحنا بنختار رقم كام؟ بنختار تاني واحدة دي، لأن إحنا كل شغلنا في النقل بقى. لو جالي أتوبيس بشتغل على أول واحدة، لو جالي عربية نقل يبقى شغال على كلمة تراك. دول اول كلمتين هيقابلونا واحنا شغالين بالجهاز، ان انت بتختار الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، عربيه نقل ولا اتوبيس. فلو شغال على اتوبيس هفحص اتوبيس فبختار كلمه باص، لو هشتغل على عربيه نقل او افحص عربيه نقل بختار كلمه تراك. عربيه نقل دي تشمل اي حاجه، مش الاكتروس بس، اكتروس، اتيجو، اروكس، اكسور، اي حاجه فيها نقل يبقى ايه، هختار اختيار اللي هو بتاع كلمه تراك. تمام، واضحه كده كلنا شباب؟ سامعين الصوت؟ تمام هندسة. تمام، يبقى الأولانية باص، تاني واحدة تراك. آه، تمام، بعدين بيقابلنا كلمة كار. كار دي يعني إيه؟ عربية ملاكي. كار دي يعني عربية ملاكي. يعني عربية، طبعا الناس اللي هم في الخليج ما يعرفش حاجة اسمها عربية، دي اسمها سيارة. سيارة صغيرة وسيارة كبيرة، أو سيارة نقل وسيارة صغيرة. فكار دي لما بشوفها معناها يقصد بيها إن أنا كده هفحص عربية ملاكي. طبعا إحنا ده مش شغلنا، أغلب الناس اللي معانا كلهم شغالين في النقل أو الأتوبيسات. طيب، الكلمة اللي تحتها اسمها إيه؟ ترانسبورتر أو فان. ترانسبورتر بس. تمام، يعني ايه ترانسبورتر؟ يعني ميكروباص. يعني انت لو هتفحص ميكروباص بتختار كلمة ترانسبورتر، او بتختار كلمة فان. فان دي اللي هي عاملة زي الميكروباص الصغير كده، اللي هو عامل زي السوزوكي، زي العربية بتاعة الإسعاف، العربية بتاعة الشرطة، الحاجات دي كلها بتعتبر تحت كلمة ايه؟ ترانسبورتر او فان. لو هفحص عربية ملاك يبقى هختار كلمة ايه؟ كار. لغاية دلوقتي تمام؟ تمام هندسة. تمام. طب ايه كلمة فيكل دي؟ فيكل دي معناها عربية عامة، يعني أي عربية أقدر أقول عليها فيكل. عربية نقل اسمها فيكل، عربية ملاكي اسمها فيكل، عربية ميكروباص فيكل، أي عربية بتمشي على عجل اسمها فيكل. تمام، اسمها فيكل. فيكل. مش الاتش دي هنا مش بقولها، يعني مش بقول في هيكل، بقول فيكل. تمام، يعني عربية عامة، أي عربية ممكن أقول عليها فيكل. لكن اللي فوق دول كل واحدة ليها معنى لوحدها. طيب، بلاقي دايما على الجهاز مثلا يقول لي الفي اي ان دي اختصار كلمة طويلة كده شوية، بس هو قصده بيها ايه؟ رقم الشاسيه. يعني لما يكتب لي في اي ان معناها دلوقتي بيتكلم عن رقم الشاسيه بتاع العربية. تمام. في اي ان ممكن اقول فين، انطقها ثلاث حروف مع بعض، او اقول في اي ان. يعني انا عايز مثلا، لما اقول لك مثلا ابعت لي الفي اي ان بتاع العربية مثلا، او انت عايز تبين لحد ان انت فاهم كلمة فين، او انت قابلتك في لستة كده بتاعت فحص عربية في مركز صيانة، يقول لك ايه؟ كاتب لك في اي ان، وكاتب لك مكانها كده جنبها حتة فاضية، معناها ان انت تكتب في الحتة دي رقم شاسيه العربية اللي هو موجود في الرخصة بتاعتك او من العربية نفسها. يبقى في ان دي رقم الشاسيه. تمام. طيب، عندنا حاجة اسمها كلمة دياجنوزز. كلمة دياجنوزز اللي فوق دي يعني تشخيص الأعطال. تمام، دياجنوزز يعني تشخيص الأعطال أيا كان بقى، يعني ملاكي، نقل، ميكروباص، تشخيص الأعطال عامة. طول ما أنا هدخل على أعطال، أدخل على أكواد، أدخل على جهاز فحص، يبقى بعمل إيه؟ دياجنوز. يقول لك بتعمل دياجنوز للعربية. دياجنوز يعني أنت بتشخص الأعطال عن طريق جهاز. تمام، دياجنوزز. طيب، اللي تحتها حاجة اسمها دياجنوستيك سوكيت. دي الفيشة بتاعة تشخيص الأعطال، دي الفيشة اللي بركب فيها الجهاز بتاعي. تمام، يبقى الدياجنوزز يعني تشخيص الأعطال. دياجنوستيك دي بص انت استهجاها حرف حرف كده، او لو عايز تكتبها انت كده بالنطق عشان تبقى فاهمها سهله عليك في القرايه. دياجنوستيك سوكيت. سوكيت يعني فيشه، الكلمه دي التانيه دي يعني فيشه، كلمه سوكيت يعني فيشه. دياجنوستيك يعني فيشه تشخيص الاعطال. طبعا دي بتكون موجوده في التابلو بتاعي،
في اي عربيه، ساعات بتبقى في اليمين، ساعات بتبقى في الشمال، ساعات بتبقى عند الدواسه، ساعات بتبقى ورا الكرسي بتاع التباع مثلا لو عربيه اكسور، ساعات بتبقى عربيه اكسور ساعات بتبقى ورا الكرسي، وساعات بتبقى فوق الدواسه بتاع الاكسلاتير. والاكتروس بتاع عربيه الاكسور، كل الاكتروس كلها بتبقى في يا اما في التابلو في اليمين، يا اما في داخل لوحه الفيوزات زي العربيه الام بي 1. دي اسمها الدياجنوستيك سوكيت، فيش تشخيص الاعطال. تمام. دي ايه؟ دياجنوستيك يونت. يعني نفس الكلمه دياجنوستيك اللي ده تشخيص الاعطال، بس بدل سوكيت اللي هو فيشه يونت. يونت يعني ايه؟ الجهاز نفسه بتاع تشخيص الاعطال. الكلام ده يا شباب عامه، الكلام ده عامه يعني مش دياجنوستيك سوكيت دي يعني السي 4. لا مش السي 4 خالص. اي جهاز فحص الاعطال اسمه دياجنوستيك سوكيت، دياجنوستيك يونت قصدي، معلش. معايا؟ معايا يا شباب ولا ايه الصوت؟ صوت واضح؟ معاك يا هندسة. معاك يا هندسة. تمام. يبقى انا دياجنوستيك يونت دي معناها جهاز فحص الاعطال ايا كان الجهاز نوعه ايه. مش المفروض الهندسة يولد دي يعني وحدة تحكم؟ لا يونت دي يعني وحده مش تحكم. لا يونت دي كلمه يونت لوحدها دي يعني وحده التشخيص. لسه لما ندخل على الكنترولات هنقول اسمها ايه الكنترول، لكن كلمه يونت لوحدها كده وحده التشخيص او جهاز التشخيص. دياجنوستيك يعني تشخيص. دياجنوستيك يونت يعني تمام ايه؟ جهاز التشخيص ايا كان الجهاز ده، ايا كان نوعه، يبقى اسمه دياجنوستيك يونت. تمام. طيب، بلاقي مثلا واحد يقول لي ايه الكابل ده او بي دي 1 والكابل ده او بي دي 2. حرف الاي ده معناها 1، والحرف 2 اي جنب بعض معناها 2. يعني ايه او بي دي 1؟ او بي دي 1 اللي هو الفيشه المدوره. يعني انت اقول لك انت الجهاز هيبقى جاي معاه كابل او بي دي 1 وكابل او بي دي 2. يعني ايه كابل او بي دي 1؟ كابل او بي دي 1 يعني الكابل ده الفيشه المدوره اللي هو النظام القديم اللي هو الام بي 1. طيب او بي دي 2 اللي حرف او بي دي وجنبها حرفين كده اي، معناه ان ده النظام اللي هو ايه؟ الفيشه المربعه اللي احنا عارفينها دي ام بي يو 2 وام بي 3 وام بي 4 وام بي 5 كلهم شغالين على الفيشه المربعه. يعني الام بي 1 بس هي اللي شغاله على الاو بي دي 1. تمام. يبقى الكلمه اللي فوق دي معناها او بي دي 1، والكلمه اللي تحت او بي دي 2. دي بستخدمها في الحالات القديمه، العربيات القديمه الام بي 1، ودي في العربيات الحديثه اللي بتبدا من اول ام بي 2 لحد اي عربيه دلوقتي. تمام. طيب كلمه كنترول يونت. كنترول، كلمة كنترول لوحدها يعني تحكم. واحد يقول لك أنا عايز أعمل كنترول على الناس اللي معايا في الشغل، عايز أعمل كنترول على البيت، عايز أعمل كنترول على النظام الموجود ده، كنت عايز أتحكم فيه، يعني عايز أتحكم فيه. تمام. فكلمة كنترول لوحدها يعني تحكم عامة في أي مكان. هنا لما أحط جنبها كلمة يونت يعني وحدة التحكم. وحدة التحكم دي بقى وحدة التحكم في مكنة، وحدة التحكم في فرامل، وحدة التحكم في شاشة، وحدة التحكم في فتيس، وحدة تحكم مثلا في أنوار. كل ده اسمها وحدة تحكم، كنترول يونت. عشان كده احنا أي كنترول في العربية بنقول عليه كنترول يونت. كلمة كنترول دي مش عربي، دي كلمة إنجليزي أصلا. كلمة كنترول دي كلمة إنجليزية مش عربي احنا، لكن هي بالعربي اسمها وحدة تحكم. تمام. تمام كده يا شباب. يبقى كده احنا عرفنا شوية حاجات كده عن العربيات، وصلنا لغاية حاجة اسمها كنترول يونت اللي هي وحدة التحكم، اللي احنا هندخل بعدين بقى ناخد كل كنترول ومعناها ايه. بس نبقى عارفين ان الكلمة دي لما تقابلنا بيتكلم عن الكنترول. طب اللي تحتها فولت، فولت كود يعني كود العطل. يعني تلاقي مثلا يجيب لك فولت كود ويكتب لك جنبها ايه رقم مثلا 0134 او 0162، يعني معناها كود العطل ده 0162. يعني ايه كود العطل؟ يعني الشركة عاملة سيستم سوفت وير للكنترولات. الكنترول لما يكون عنده مشكلة كأنه بيعبر عن نفسه أو المشكلة اللي جواه يبعت لك رقم. زي ما احنا بنتكلم بالعربي كده، الكنترولات وبعضها بيتكلموا بالأكواد. يعني مفيش كنترول بيتكلم بالإنجليزي، كل الكنترولات بتتكلم بالأكواد. الشركة بتفهم إن الكود ده مثلا حساس كرنك، فلا يظهر على الشاشة عندك حساس كرنك. لما نفتح بقى إيه جهاز السي 4 بتاعنا، تمام يا شباب، بنلاقي فيه برنامج اسمه داس وبرنامج اسمه اكزنتري. معايا لغاية دلوقتي؟
معاك يا هندسة. معاك تمام. هندسة. تمام. الداس ده بنستخدمه امتى؟ في الموديلات القديمه لحد 2012، يعني في الغالب كده هتلاقي لغايه الام بي 3 بس. يعني كل العربيات الام بي 1 و 2 و 3 تستخدم برنامج اسمه الداس. طيب العربيات الحديثه الام بي 4 او الام بي 5 او الاروكس ام بي 4 او الاروكس ام بي 5 والحاجات كل ده بستخدم برنامج الاكزنتري. يعني الاكزنتري معايا في الموديلات الحديثه كلها، لان جهاز الفحص اللي انت لما تفتح الجهاز بتاع السي 4، طبعا احنا اتكلمنا على السي 4 دلوقتي. لما تفتح جهاز السي 4 تلاقي مثلا عندك فيه اربع برامج خمس برامج مهمين، هتلاقي منهم من ضمنهم برنامج اسمه الداس وبرنامج اسمه الاكزنتري. طب انا داخل على العربيه ام بي 3، يبقى هفتح انهي واحد فيهم حمصاني؟ افتح أفتح. الداس. تمام. طيب وانا داخل عربيه ام بي 1 سيد جعفري. داس يا باشمهندس. تمام. طيب عبد الرحمن لو شغال على العربيه ام بي 4. يبقى اكزنتري. تمام كده فهمنا ان الكلمه دي انا بقى ما يهمنيش بقى الداس دي مع يعني حرف ده بيعبر عن ايه. انا يهمني ان الداس ده بتاع العربيات القديمه والاكزنتري بتاع العربيات الحديثه. وبيبقى عندي برنامجين تانيين مهمين برضو على الجهاز، برنامج اسمه اي بي سي وبرنامج اسمه ويز. برنامج اي بي سي ده راجل بتاع ايه؟ قطع غيار، بيفيدني في قطع الغيار. انا دلوقتي عندي عربيه وعايزه قطعه، القطعه دي بايظه، انا هطلبها من السوق او هطلبها من التوكيل. ينفع اروح اقول له مثلا عايز مساعد وخلاص؟ لا. او عايز فيلام وخلاص؟ لا. الفيلام ده يا باشا رقمه كام؟ البارت نمبر بتاعه كام؟ لما تروح مثلا عند بتاع قطع غيار او بتاع توكيل يقول لك البارت نمبر بتاعه كام، بص لي كده هتلاقي مطبوع عليه بارت نمبر. هي جهاز الاعطال في عندي سوفت وير اسمه اي بي سي، مش محتاج ابص على القطعه، انا اديله رقم شاسيه العربيه يجيب لي كل قطعه في العربيه رقمها كام. مساعد، ديسك، آه، فلام، سيرفو، تكيه، رشاش، صباب، سبيكة، كل واحدة من دول بلف راجع بلف، كل ده برنامج الاي بي سي يجيب لي رقم القطعة دي مجرد ما اديله ايه؟ رقم الشاسيه. ده برنامج موجود على جهاز الفحص بتاعنا. طبعا احنا مش هندخل في الفحص دلوقتي، احنا بنتكلم في الانجليزي بس، احنا نوضح الحاجات اللي بتقابلنا على الجهاز بيبقى احنا عارفين معناها ايه. وفي برنامج تاني اسمه ويز، برنامج الورشة. يعني ايه برنامج الورشة؟ الراجل ده البرنامج ده يخص الراجل الفني أو المهندس أو الصنايعي اللي بيفك ويركب. البرنامج اللي فوق ده يخص الراجل بتاع المشتريات إن هو عايز يطلب القطعة من السوق. اللي تحت ده بتاع الورشة. أنا كراجل عايز أفك التربو. افك ايه يا عم؟ اعمل ايه الاول في التربو؟ يقول لك والله افك واحد اتنين تلاته اربعه، ابدا بكذا، بعدين تاني حاجه كذا، تالت حاجه كذا، رابع حاجه كذا. طب عايز اركبه برضو يقول لك التركيب ابدا من فين، خلص ليه؟ لان طبعا انت ممكن تبدا بحاجه لو انت مش الحاجه دي اول مره تفكها، بعد ما تفكها هتلاقي في ماسوره معاكسه معاك وانت بتفك. الماسوره بتاعه التبريد اللي رايحه مثلا على الفتيس، الماسوره مش عارف بتاعه التلمه. بعد ما فكيت حاجه تلاقي نفسك كان المفروض تفك الماسوره الاول مثلا بتاعه الكمبرسور قبل ما تفك دي مثلا. فالبرنامج ده اللي بيعرفك صح بقى تبدأ من فين، واحد اتنين تلاتة أربعة. ده برنامج اسمه الويز، موجود على جهاز كشف الأعمال.